هلا هلا جايز، شلونكم حبايب؟ شو اخباركم؟ شلونكم يا حلوين؟ ان شاء الله يا رب الكل بخير وباحسن حال. يا حبايب القلب، شلونكم بنات؟ ان شاء الله يا رب تكونون باحسن حال وانتم تشوفون هذا الفيديو. اول ما نبلش الفيديو دائما متعودين نبدا الفيديو بالصلاة على النبي واله، اللهم صل على محمد وآل محمد. هنا يا حبيباتي شنو قلبوشاتي انتو، بلشت هنا من الغرفة، قلت خلي انظفها، بعدها اروح على باقي البيت اشوف شنو يحتاج تنظيف انظفه. من بعد ما بدلت الحمد لله والشكر وكملت يعني روتين اليومي، بس هنا رجعت لبست دشداشة طويلة على مود التصوير. فهنا جتكم الحركة السحرية يا عيني، وراح أبلش بتنظيف الغرفة، مسحت الجامات المرايات، كنست الغرفة وردت أشيل الفرشة بنات، بس بعدين بطلت قلت وين راح أخليها. تدرون ليش متهاونة بنات؟ ما شلت الفرشات كلهن، إذا أشيلهن وين راح أخليهن ما أدري صراحة، محتارة لأن ما عندي مكان. فحتى فرشة الديوان لحد الآن ما شايلتها، ما أدري الله كريم، هي تصفى بوقتها وأشوف وين راح أخليها. هنا كملت من الغرفة، فرشت الفرشة مالت الشرباية، وراح أشيل الوجوه مال المخدة إني أغسلهن. كملت الغرفة تنظيف، راح أطفي الأضوية وأطلع على باقي البيت أشوف شنو يحتاج تنظيف أنظفه. مرات أبلش أنا من طارمة وبعدها أرجع على البيت، مرات أبلش من المطبخ وأرجع على باقي البيت، فمو سوية، أشوف شنو متهوس أكثر شي أبلش من عنده تنظيف. هنا كان زوجي بالزيارة بالنجف، فرجع جاب لنا وياه من هذا البوتي فور بنات، طعمه يخبل، هيك يذوب بالحلق وهيك كله طعم زبدة، والتزيين مالته فستق حلبي ونوتيلا. تمنيته قدامكم، ساهمكم العافية إن شاء الله بنات، طعمه يخبل. أكو نستيلة همين من هاي وأخذوا من عندها البنات، وهاي أنا فتحتها ردت آكل من عندها، بس أكلت بس من البوتي فور بنات يخبل، وشبعت وبعد ما أكلت. بنات خلي ضحكم على هاي العلاقة. شفتها بالسيارة عبالي شامية زين، فمن قال زوجي نزل غراض عبالي شامية، بس جيت للمطبخ هنا فتحت العلاقة كان تطلع شادر مال صلاة، لأن أنا جيت موصيته مرتين راح وما لحق جاب لي، فهاي المرة الحمد لله جاب لي شادر مال صلاة، لأن الشادر مالت الصلاة اللي عندي من زمان وكلش تعبان ومشقق، فجاب لي هذا الحمد لله. كنت عاجنة هنا، فقلت خلي أدولج وأخبز من بعد ما اختمر العجين، دولجت وخبزت. راح الخبز بس يبرد أخليه بالجدر، وبوجه وين قبل بنات أروح للمضمد، لأن اسم الله عليكم زوجي بالزيارة يومين وأنا القولون موتني، ما عولي بس يرجع حتى أروح، وعلاج ما عندي، فبس رجع قلت له خلاص حتى قبل لا نتعشى بس صلينا وخبزت ورحنا للمضمد. الحمد لله جبت العلاج، أخذت علاج قبل كل شيء، وقلت لهم خلي أسوي لكم عشاء هسه. فمن رجعنا سويت لهم العشاء الحمد لله، سويت مخلمة، وأنا عندي باقي بورق مسويته وياكم أنا فيديو وناشرته بالقناة، باقيات عندي بس هاي كم قطعة، فقلت خلي أقليهم ويا المخلمة. فرمت البصل وفرمت الطماطة وخليت البهارات، راح أحمس البصل وبعدها أخلي الطماطة وأسوي لهم المخلمة، وقليت هاي البورق الحمد لله والشكر. أنا ما أكلت، قلت هيك شوية لأن قلت لكم كنت تعبانة من القولون اسم الله عليكم. فهنا قلت خلي أغسل المواعين وأشارككم، بعد ما جلفتهن قلت خلي أصور من أنا أشطفهن. ما أعرف بنات إذا تحبن أشارككم غسل المواعين، لو ما تحبن ما أتوقع أكو بنية تحب غسل المواعين، معقولة أكو لو ماكو ما أدري والله، اكتبوا لي بالتعليقات بنات تحبون غسل المواعين لو ما تحبون. فهنا أيوة حتى إذا مريضة لازم إنه تغسلي المواعين، فقلت خلي أغسلهم هم كم ماعون وأروح الحمد لله والشكر، أروح شنو أشوف أشوف الفيلم لو شنو أسوي، وهمين أشارككم. فقلت خلي أغسلهن، غسلتهن هنا، لأن أيوة إذا عافت المواعين بالسلك والله ولا تنام ولا تخفى عينها زين. فالحمد لله والشكر كملت غسل المواعين. واذا تشوفون هنا بنات البوري مالت السنق لونه اسود، لان انا كنت بين فتره وفتره اخلي له كلور، بس هاي الفتره ما عندي كلور فظل هيجي لونه. راح اغسل التاوات واجلف الطباخ هنا واعزل المطبخ، وتكرمون اروح اذب الزباله لان طلعت السله هناك برا، وصفيت السنق ما عندي شي بعد الحمد لله خلصت من المطبخ. فإذا المطبخ عندي معزل ونظيف أنا أطلع من المطبخ وضميري مرتاح، فأروح أشوف لي فيلم، أروح أكل لي شي أستمتع، لأنه المطبخ معزل على الآخر الحمد لله والشكر. هنا أنا دزيت البنات على أندومي، تقريبا كانت الساعة هيك 10 11، فقلت لكم أنا ما تعشيت، كلت هيك شوية، فقلت لهن روح نجيب لي أندومي، جاء على بالي أندومي فدزيتهن،
وهمين اكلت شويه لان بنات اسم الله عليكم انا الاندومي من اكلها هم تاذي معدتي فما اقدر. بنات من الاخير انا الامور متخربطه علي، دكتور يقول لي مراره، دكتور يقول لي قولون، دكتور يقول لي معدتك تعبانه، فما اعرف العله وين ما ادري. الحمد لله والشكر. طبخت الاندومي هنا والبهارات مالتها اضيفهم اخر شيء من تستوي الاندومي واخلطهم ونستمتع. سلامكم العافيه. راح اخلي بالكاسه للبنات واخلي لي بكاسه واخلي التاوه هنا بالسنك واذب عليها ماي حتى امسك عليها الاندومي، ونروح نكمل الفيلم لان كان طالع فيلم رعب كلش حلو. وبعدين ارجع اغسل الماعين اللي اكلنا بيهن اندومي، الكاسات والتاوة بعدين اغسلهن من نخلص. الحمد لله والشكر. فهسه شنو نروح نستمتع نكمل الفيلم اللي كان طالع. صبيت للبنات اثنين بالكاسة وانا صبيت بهاي الكاسة، وجيت هنا اكمل الفيلم اللي كان بادي لان كلش كان حلو. وتعرفون الروتين بعدها ما متنظم بنات، فقلت نكمل الفيلم بعدها نروح ننام. حبيباتي قرب يخلص الفيديو، احبكم كلش هواية، اتمنى استمتعتوا وياي. باي باي.